كده انا خلاص خلصت 20 صف بتاعي، اللي هو صف هزود صف عادي صف هزود صف عادي، وده هيعمل لي الشكل ده اللي هي السبعات دي. تمام، من هنا ومن الناحيه التانية. تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ زي ما قلت لكم هنحضر ابره زي دي وخيط بتاعها مختلف عن اللون ده. تمام، يبقى مختلف، ونقوم نقلين كل الغرز بتاعتنا من الابر الدائريه للخيط، نخليه واسع شويه، ونعمل ايه؟ ونلبسه، سواء لو كنتي عامله المقاس الكبير ليكي او عامله المقاس الصغير لطفلك فهتلبسيه له. وتقومي عامله ايه؟ تقومي مدبسه الطرف ده، يعني تحطي دبوس هنا او تحطي الستيتش ماركر دي من هنا قبل ما تلبسيه له، من هنا وهنا، تقومي ماسكاها كده وماسكه دي كده من عند الحته بتاعه الانكريس قصدي، اللي هي الحته بتاعه الزيادات دي، تحطي دبوس هنا وتلبسيها له. لو دراعه دخل كويس وتحت باطه سليم، حسيتي ان هو مقاسه كويس، يبقى كده تمام. لو لقيتي ان هو ضيق عليه يبقى هتزودي كمان صفين، لو لقيتي ان هو واسع هتقومي منقصه صفين. هي دي الفكره في المقاسات كلها. دي يا جماعه اهم خطوه بعد الخطوه بتاعه الرقبه. زي ما قلنا في الرقبه برضو بننقل الغرز كلها على خيط ونشوف اذا كان المقاس بتاعها مناسب ولا لا، نفس الكلام هنا برضو هننقلها على خيط ونشوف المقاس مناسب ولا لا. دي اهم خطوتين في البلوفر كله. لو الاثنين دول تمام معانا يبقى كده البلوفر بتاعنا هيبقى سليم ونقدر نشتغل فيه براحتنا من غير ما نكون قلقانين ان المقاس ممكن يكون فعلا ضيق او واسع وهكذا. تمام. بعد ما خلاص احنا اتاكدنا ان المقاس بتاعنا، نرجع الغرز كلها على الابره ونبدا في الجزء اللي بعده. دلوقتي الخطوه اللي جايه هنقوم محضرين برضو ابره زي دي وخيط بلون مختلف، وهنعمل ايه؟ هننقل الغرز بتاعه الكتاف على الخيط ده بحيث ان احنا خلاص نفصلهم. تمام، ونقوم شغالين الجزء بتاع الصدر والظهر مع بعض تبقى دايره. هنعمل ايه؟ هنقوم جايبين ادي الجزء بتاع الكتف اهو ما بين الاثنين الستيتش ماركر دول، هقربها لكم اهي. هنعمل ايه؟ ادي الستيتش ماركر، هنقوم ادي الغرزه اللي بعدها هنسيبها. اوكي، يعني دي الغرزه اللي بعد جنب الستيتش ماركر على طول ناحيه الكتاف، هنسيبها ونقوم داخلين في الغرزه اللي جنبها على طول، ونقوم مش داخلين كده. طبعا الغرز كلها لسه موجوده على الابره الدائريه، انا بس بدخل جواهم بالخيط. تمام اهو، ده اللي انا كل اللي بعمله كده. وهنقل كل الغرز بتاعه الكتاف. اهو خلصت لحد الاخر. هسيب برضو غرزه زي ما سبتها في الاول جنب الستيتش ماركر، هسيبها. نقوم مخرجه الخيط بتاعي خلاص بقى كده اهو. ادي الطرفين، نبعدها لكم بقى المره دي. ادي الطرفين، اشيل الابره واقوم ربطاهم ربطه خفيفه كده. كده اهو خلاص نقلت الغرز بتاعه الكتاف ما عدا اول غرزه من هنا والغرزه اللي هنا بعد الستيتش ماركر اهم، حطيتها على الخيط ده. انا برضو عملت نفس الخطوه دي هنا، شايفين؟ نقلت برضو الغرز بتاعتي وربطها ربطه خفيفه. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل الاتي، هبدا اشتغل في الجزء بتاع الصدر. انا هنا في الصدر اشتغل عادي غرز عدله لحد الستيتش ماركر. تمام كده انا وصلت لحد الستيتش ماركر. هعمل ايه؟ هقوم منزلاها زي ما قلت لكم ان اول غرزه انا ما حطيتهاش ما بين الخيط، شايفين الخيط طلع من تاني غرزه. هقوم شغاله اول غرزه من غرزه الكتاف دي اللي هي جنب الستيتش ماركر على طول. وهعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص كده كل الغرز دي منقوله على الخيط ده، هقوم اخرجها. متخافيش عليها، انا كده كده نقليها على الخيط فما تقلقيش. هو ده كل اللي احنا بنعمله، شايفين؟ لحد الخيط، لحد الدايره كلها اللي انا عاملاها بتاعه الخيط اهي. ده اللي هيتبقى من جزء
الكتاف. طبعا دلوقتي الابره الغرز بتاعتي بقت ضيقه، نظبط بس الحته دي. اوكي، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ادي اخر غرزه اللي انا ما حطيتهاش في الخيط، شايفين؟ هقوم شغلاها غرزه عدله عاديه، واقوم بس مضيقه الجزء ده عشان ما تبقاش ضيقه، يعني ما تعملش خرم كبير، واقوم خرجه الستitch ماركر وابدا اشتغل عادي. تمام، غرز عدله. تمام، هنكمل الغرز العدله بتاعتنا لحد الستitch ماركر اللي بعدها، نكمل كل الصف ده. كده خلاص انا وصلت لحد الستitch ماركر. هعمل ايه؟ اقوم موقعاها واشتغل غرزه واحده بس. كده بقيه الغرز بتاعتي منقوله على الخيط الجديد اللي احنا عملناه، هنقوم مخرجينها. شايفين لحد هنا اهو، هقوم مخرجه كل ده. كده خلاص الغرز بتاعتنا بتاعت الخيط اهو، هي دي. هقوم بقى شغاله الاتنين دول كده مع بعض، هظبط الغرز بتاعتي. كده اهو انا نقلت الغرز بتاعتي بتاعت الكتف اهو. هعمل ايه؟ هقوم رابطه الاتنين دول مع بعض عادي، اشتغلهم مع بعض. ادي ظهر وادي الوش، هقوم رابطاهم كده واشتغلهم عادي. هشتغل الغرزه دي اللي هي بتاعت الكتف اللي وريتها لكم اخر مره، واضيقها شويه، واقوم راميه الستitch ماركر وارجع اشتغل. ارجع اشتغل غرز عدله. اوكي، هو ده الشكل بتاعنا. كده خلاص كل اللي احنا عملناه دلوقتي ايه؟ ان احنا نقلنا الغرز بتاعه الكتاف على الخيط الجديد وعملنا بيه دايره. شايفين اهو، ده اللي انا عملته، سواء هنا او هنا. نقلت الغرز بتاعه الكتاف على الخيط ده وخرجتهم من على الابره، وبدات اشتغل عادي جدا الغرز الباقيه برضو باسلوب الدايره السحريه عشان تبقى دايره. شايفين؟ ربطت الغرز بتاعتي مع بعض، يعني اشتغلت عادي، كنت هنا اشتغلت هنا على طول بنفس الخيط، فاتربطت كانها دايره عشان تعمل جسم البلوفر. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي هنقوم شغالين الجزء ده كله داير ما يدور لحد ما نوصل للطول المناسب لطفلنا. هنعرف منين؟ هنقوم برضو نفس الكلام هنقيسه له ونشوف اذا كان هو ده الطول اللي انت عايزاه ولا لا. اوريكم ازاي. انا هكمل الجزء ده لحد ما اوصل هنا عشان اوريكم الحته دي. كده انا هو وصلت للمنطقه اللي تحت الباط، وادي الغرز اهي بتاعه الكتف اللي نقلتها على الخيط. هقوم كل اللي احنا بنعمله بنشتغل عادي بس كده، نشتغل عادي غرز عدله. هتلاحظي ان الحته دي هتبقى واسعه شويه في الاول، شايفين؟ بس بعد كده بعد كام صف هتلاقيها لمت. اهي شايفين واسعه شويه ازاي؟ هو ده شكلها اللي احنا ربطناهم على طول. هو ده الشكل بتاع تحت الباط وده شكل الكم. تمام، كل اللي احنا عملناه ان احنا اشتغلنا عادي لحد ما نوصل للستitch ماركر. نزلنا الستitch ماركر وعملنا غرزه واحده بس من الكتاف، تمام، اللي وريتها لكم. وبعد كده نزلنا كل الغرز بتاعه الكتاف اللي احنا حطيناها على الخيط ده. تمام، احنا كنا خلاص كنا حاطينها وربطينها. بعد ما نزلتها بنفس الخيط كملت عادي على الظهر، فربطناهم ببعض. طريقه الربط عاديه جدا، كل ما احنا بنشتغل بنكمل عادي. تمام، هو ده بيديني الشكل ده، زي ما كانك بتربطي دايره سحريه عشان تعملي تيوب. فاكرين لما بنيجي نربط بنشتغل من الخيط من هنا لحد هنا، فبنربطهم ببعض ونكمل التيوب بتاعنا عادي لحد الطول اللي احنا عايزينه. وبكده احنا فصلنا خلاص الجزء بتاع الكتاف عن الجسم، وهنكمل عادي التيوب بتاعنا زي ما احنا عارفين بغرز عدله، ولا هنزود ولا هننقص. الحته دي هتبقى اسهل حته، هنكملها لحد الطول المناسب لينا.
كده خلاص انا خلصت الجزء بتاع الجسم اللي هو عباره عن 22 صف. تمام، زي ما قلت لكم انتوا برضو هتقيسوه لطفلكم وتشوفوا اذا كان الطول ده مناسب ليه ولا لا. تمام، بعد كده اشتغلت هنا. المفروض تشتغلي 4 صفوف من الغرز المقلوبه عشان تمشي زي الرقبه. تمام، فالمفروض انا هنا في الصف الثالث بتاع الغرز المقلوبه. هنبداها ازاي؟ هنبداها من حته بتاعت تحت الباط، يعني انت يعني شغاله عادي غرز عدله، واول ما توصلي لحته تحت الباط سواء دي او دي مش هتفرق اني باط فيهم، هتقومي نازله كده معاها وتحطي ستيتش ماركر زي دي كده، وبعد كده تقومي بادئه بقى الصف بتاع الغرزه المقلوبه، عشان لما تيجي ترجعي اول ما توصلي لستيتش ماركر كده انت خلصتي صف من الصف بتاع الغرزه المقلوبه. تمام، فانا اخترت ان هي تبقى من تحت الباط علشان ما تبانش. اوكي، فكل اللي هتعمليه هتحطي الستيتش ماركر تحت الباط سواء هنا او هناك، وهتقومي بادئه تعملي غرز مقلوبه وهتشتغلي منهم 4 صفوف عشان بعد كده نقفل. انا هنا كده في الصف الثالث. تمام، بتاع الغرزه المقلوبه. عايزه اوريكم حاجه قبل ما نبدا في الصف الرابع. اوكي، على الابر الدائريه تجاهلوا برضو الحاجات دي، كل الحاجات دي بتتظبط في الاخر. تمام، ادي الغرز بتاعتي كلها متوزعه على الابره الدائريه دي، بس للاسف مش متوزعه على طولها لحد هنا. شايفين؟ يعني هي مش قادره توصل، يعني لو حاولت اوصلها هتلاقيها عماله تشد من الجوانب وبتضايقني ومش عايزه تمشي. فانا بعمل يعني حركه، يعني لا اما حاجه من الاثنين، لا اما تنقلي الغرز بتاعتي كلها على ابره اصغر من دي. الابره دي 80 سم، هتشتغلي عادي قطعه دائريه. تمام، لا اما تعملي الاتي اللي انا هو بعمله، عشان انا بكسل بصراحه انقل الغرز بتاعتي. فبعمل ايه؟ فاقوم بدخلها دي للاخر وماسكه ده اشده لحد ما تضيقي كده. تمام، وبعد كده امسك الخيط بتاعي بعد كده ابدا اشتغل عادي. شايفين؟ هي شبه شويه الحلقه اللي هو الدايره سحريه. هوريها لكم هنعمل ايه. هندخل نشتغل. انا بشتغل هنا غرز مقلوبه. طبعا في الغرز المقلوبه لازم تشدي شويه الغرز بتاعتك وانتي بادئه اهو كده. وانا خلاص وصلت للصف، فانا خلصت الصف الثالث. هقوم حاطه الستيتش ماركر على الابره الثانيه وابدا اشتغل تاني. هوريكم اللي بيحصل دلوقتي. هشتغل بس حبه عشان اوريها لكم. شايفين الغرز هتقعد تمشي 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 تمشي، والكورد ده هيفضل معوج كده وهيقعد يمشي 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 لحد ما يوصل للاخر. تمام، انا هشتغل حبه واوريها لكم. انا كده بشتغل في الصف الرابع بتاع الغرز المقلوبه. شايفين ايه اللي حصل اهو؟ لسه ملفوف حوالين نفسه اهو وبيقعد يمشي. طبعا صح انا اللي بمشي. وانتي تشتغلي بقى هتلاقي الحتت دي ساعات بتبقى ضيقه، كل تمرين تقومي شديها، كل شويه تقومي شاده الحته دي وتقومي يعني مدخله دول كده عشان تمشيهم، ودي كده تشديها كانك بتشتغلي قطعه دائريه عاديه جدا وتتجاهلي الكورد ده. ده اللي انا كل مره على فكره بقى انا بعمل كده، يعني دايما لما بلاقي مثلا القطعه بتاعتي اصغر بكسل ان انا انقل الغرز فاقوم شغاله بالاسلوب ده. وعلى فكره هو اسلوب بديل عن الدايره السحريه، يعني لطيف وسهل. انا ساعات بستخدمه كمان في الطواقي. اوكي، انا هنا هكمل بقيه الدايره. اوكي، وهوريكم ازاي دي هتتنقل لحد هنا. اوكي، دلوقتي بقى شايفين ايه اللي حصل؟ الكورد اهو بعد ما كان هناك اهو بدا يلف يلف والستيتش ماركر جات لي اهو، وهقعد الف. هعمل ايه؟ هقوم ضيقه دول كده. شايفين الشكل بتاعته عامل ازاي؟ وابدا اشتغل عادي جدا بقيه الغرز بتاعتي. شايفين اتبقى قد ايه؟ اتبقى كام غرزه بس هخلصهم. وبعدين على فكره دي طريقه لطيفه انك يعني تعلمي الصف اهو.
دي الخطوه اللي انا بداتها معاكم. الكورد اتشال. عشان نرجع تاني نشتغل، ادي الابره اللي خارج منها الخيط هخرجها وادخل دي لجوه واقوم ارجع اشتغل تاني. انا هشتغل لحد الستيتش ماركر لان ده الصف الرابع بتاعي عشان نبدا نقفل الغرز. تمام. طريقه تقفيل الغرز دي نفس الطريقه اللي هتستخدميها في الكمام. تمام. انا هشرحها هنا. انا خلاص نزلت الستيتش ماركر عشان هبدا اقفل الغرز. هقربها لكم بقى عشان نتفرج الحته دي. اوكي، دلوقتي هنتكلم عن طريقه تقفيل الغرز بتاعتي. تجاهلوا بقى ال3 غرز اللي موجودين على الابره، او بغض النظر انت عامله قطعه دائريه هيبقى عندك كل الغرز على الابره. انا هبدا من الحته دي بالذات اقلل فيها الغرز. ليه؟ لان انا لسه شايله الستيتش ماركر، فدي بدايه الصف بتاعي. تمام. احنا معلمين الستيتش ماركر عشان نعرف ايه هو بدايه الصف بتاعنا. هنعمل ايه؟ اوكي، هشتغل في طريقتين هعملهم دلوقتي للغرزه للتقفيل، هو هوريكم شكلهم يعني تختاري اللي انتي تفضليه. هعمل غرزه مقلوبه، بعد كده اشتغل غرزه مقلوبه تانية، بعد كده اخرج الغرزه المقلوبه دي من الغرزه المقلوبه دي، فتتجاهلي كل بقيه الغرز اللي موجوده على الابره. تمام. احنا بنشتغل من بدايه الصف، بعد كده اشتغل غرزه مقلوبه، كده اخد الغرزه المقلوبه دي واخرجها من دي، بعد كده اشتغل غرزه مقلوبه واخد الغرزه المقلوبه دي واخرجها من دي. اوكي، ده بيديني الشكل ده. بتبقى السبعات بتاعتي بتبقى لجوه. تمام. لو انت عايزه كده، يعني لو مش عايزه السبعات بتاعتك اللي هي بتبقى بتكون ايدج من فوق ما تبانش بالمنظر ده، هتقومي ايه عامله الحركه دي. انا هشتغل شويه في الحركه دي عشان ايه تقدروا تشوفوا الفرق ما بين الخطوتين. ادي غرزه مقلوبه، هخرج دي من دي، ادي غرزه مقلوبه. طبعا وسعي الغرز وانتي بتشتغلي. اوكي، دي غرزه مقلوبه، بعد كده اخرج دي من دي. اوكي، هو ده الشكل اللي اداهولي. شايفين الايدج بتاعه شكله نظيف، بس من جوه السبعات هي اللي باينه. اوريكم بقى ازاي نقدر نخلي السبعات تبان شويه على الايدج، تدي شكل برده حلو. يعني شوفي اللي يريحك. هعمل ايه؟ هشتغل غرزه عدله، هشتغل كل غرز عدله. تمام. يعني من الاول هنشتغل غرزتين عدلين، بعد كده نخرج اتنين مع بعض، غرزتين عدلين ونخرج اتنين مع بعض، وهكذا. شايفين دلوقتي انا اشتغلت غرزه عدله، هخرج دي من دي، هشتغل غرزه عدله، هخرج دي من دي، هشتغل غرزه عدله. طبعا في طرق كتير يا جماعه في التقفيل، يعني اختاري الطريقه اللي تفضليها لو انت عارفه طرق يعني منهم. اوكي، غرزه عدله، غرزه عدله. شايفين بقى عملت لي ايه؟ الايدج بتاعها بقى قدامي، بدل ما كان ورا هنا بقى هنا باين. يعني لو لاحظتوا هتلاقوا هنا غرز مقلوبه والايدج مش باين، لكن في الكام غرزه اللي انا عملتهم هنا الايدج باين قوي، السبعات باينه. انت بقى تختاري الطريقه اللي تريحك. يعني شوفي عايزه تعملي دي تعملي دي. انا هكمل بقيه البلوفر ده لما يدور لحد ما اوصل للاخر وهوريكم نعمل ايه. كده خلاص انا عند اخر غرزه انا بعملها بطريقه تقفيل الغرزه المقلوبه اهو. هقوم مخرجه دي من دي. كده انا خلصت. شايفين الايدج بتاعي ده الشكل بتاع الايدج لما تكوني عامله غرز مقلوبه. اوكي، وده شكل الايدج عشان عملت حبه وحبه لما تكون عندي غرز عدله. هتلاقوا ان السبعات بانت، فاختاروا اللي انتوا تحبوه. دلوقتي ده الشكل بتاعي. انا كل اللي هعمله المفروض ان انا اقطع الخيط ده، بعد ما اقطعه اقوم مدخلاه هنا كده واشد. تمام. فهعمل الحركه دي بس مش هقطع الخيط. اوكي، بعد ما خرجت خلاص الخيط من هنا المفروض تقطعي الخيط ده. بعد ما تقطعيه تقومي حاطاه في ابره زي دي ونبدا نشتغل الاتي. شايفين هتلاحظوا في جاب كبيره هنا في النص ما بين الجزء ده والجزء ده، في جاب. شايفين الجاب عباره عن ايه؟ ادي السبعه الاخيره وادي السبعه التانيه، وفي النص في فراغ مفيش سبعات. هنعمل ايه بقى عشان نضم الحته دي كده تبقى شكلها لطيف؟ هنتخيل الاتي. هنتخيل ان انا قطعت الخيط عشان مش هينفع اقطعه، و هقوم اهو كأن الخيط الابيض ده هو نفس الخيط، انا هدخله كده منه، فتجاهلوا ده بقى، وده كأنه هو الخيط. هنعمل ايه؟ شايفين السبعه اللي فوق دي
هندخل جواها، دي تبقى واضحه. دخلت كده جواها واقوم خارجه. بعد كده هدخل اوكي في نفس المكان اللي انا دخلت منه هنا، واقوم خارجه. تقومي شاده، طبعا لو شديت دلوقتي الخيط هيخرج، فانتي تشدي. واقوم انا ماسكه دي كده واقوم شدهم هما الاتنين. ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هتلاقي ان القطعه بتاعتك اتقفلت. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ بقت السبعات كلها ماشيه مع بعض، وتشدي وتتقفل. بعد كده ما تخلصي هنعمل الاتي ده هنعمله في معظم الشغل بتاعنا اللي هو عند الكمام والحاجات دي. هنقوم ماخدين الخيط اللي متبقى في اي حته، سواء انت بتغيري الخيط هنعمل نفس الموضوع ده. هقوم عامله له كده او مدخلاه لجوه، وادخل هنا واقوم ممشياه. دي طريقه ان انت تداري الخيط بتاعك. اوكي، طبعا لازم يبقى نفس اللون، ماشي؟ عشان كده قلت لكم بس كل مره لازم تسيبوا حته كبيره، بالذات في الخيط التخين ده، سواء بتحطي خيط جديد سواء اي حاجه، سواء بتختمي لازم تسيبي حته كبيره. وانا هقعد امشي كده. اوكي، مفيش طريقه معينه، يعني اختاري اللي انتي تحبيه. بعد ما اخلص حبه انا بحب اعمل حركه كده ان انا هفصل الخيط بتاعي، لو هو مفصول ينفع يتفصل يعني، بحب افصله كده اهو. فصلته فتلتين وهلضم فتله واحده بس منه. اوكي، ما علينا هتتخش معاها. اوكي، ونخش في حته تانية، يعني انا اهو اقوم داخله مثلا في الستitch اللي بعدها، هدخل في حته تانية خالص مختلفه عن الحته اللي انا كنت داخلها. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اهو بقى في واحده في طرف واحده في حته تانية، هقوم ماسكاهم وربطاهم ربطه جامده. انا من الناس اللي بحب اربط الخيط بتاعي مش فارق معايا بقى شكله هيبقى عامل ازاي، اقوم ربطاه كام ربطه كده حلوين، وبعد كده اقص الطراطيف بتاعته، بس مش للاخر، بقص مثلا حته قد كده نقربها. هو ده شكلها. مشيت بالخيط ما بين الغرز، طبعا المفروض تمشي قدام شويه يعني مثلا، وبعد كده فصلت الطرفين ودخلت الطرف في حته تانية، وبعد كده ربطت ربطه جامده. اوكي، وبعد كده في الاخر خالص هتقومي قصه من هنا وقصه من هنا، قصه حته صغيره قصه كده، وسيبي الباقي. انا بحب الطريقه دي عشان الخيط بتاعي ما يفصلش وانا بغسل. اوكي، وانا بغسل القطعه بتاعتي ممكن الخيط يفصل لو انت عامله اي كلام. الطريقه دي هنعملها في كل حاجه. تمام، طريقه التقفيل عشان مش هشرحها في الكمام تاني. اوكي، طريقه التقفيل دي والجزء اللي انا وريته لكم عشان نقفل الجاب والحتت دي كلها هي نفس الحتت اللي احنا هنعملها في بقيه البلوفر. يعني مثلا شايفين الخيط ده مطرح الغرز، يعني انا البكر بتاعتي خلصت وحطيت بكر جديده، انا سايبه خيط طويل شويه ليه عشان اقدر امشيه، نفس الكلام واقوم ربطاه وهكذا. تمام كده احنا خلصنا الجسم. نبدا دلوقتي في الجزء بتاع الكم. دلوقتي انا هعمل الجزء بتاع الكم، لا اما حاجه من الاثنين، لا اما تستخدمي الابر المدببه الطرفين، اوكي، لا اما تستخدمي ابر دائريه وتستخدمي طريقه الدايره السحريه، وده اللي انا هعمله عشان انا بصراحه بفضل الدايره السحريه اكتر من الابر المدببه، بحس ان هي سهله بس شويه بسترخمها. اوكي، تجاهلوا الخيط ده. هنبدا نعمل ايه؟ شايفين ادي الخيط الابيض، شايفينه وماشي في الغرز. انا مش هفك الخيط الابيض، انا ما بحبش افكه، يعني شايفين في الكم التاني انا اشتغلت عليه من غير ما افكه، في الاخر خالص بعد ما اخلص الكم بتاعي هفكه. ليه؟ لان انت مثلا لو عملتي غلطه تقومي راجعه تاني لنفس البوينت بتاعتك عن طريق الخيط ده، تقومي ترجعي هتلاقي ان الغرز كلها محطوطه على الخيط. بيسموها بالانجلش لايف لاين. ناس كتير بتعملها في الشغل بتاعها عشان لو عملت غلطه في باترن معين، يعني انت لو شغاله بقى بضفاير وشغل ونقشات معينه، بتبقي خايفه على الشغل بتاعك لو عملتي غلطه ومش عارفه هترجعي لحد فين، فلما تحطي الخيط ده في الغرز تمام تعرفي ترجعي له. فانا هسيبه اوكي وهفكه يعني في الاخر. اوكي، هنعمل ايه دلوقتي؟ هجيب الابره الدائريه اللي انا لسه مخلصاها من الجسم نفس المقاس، وهقوم داخله هدخل في الغرز بتاعتي كده، امشي وانا داخله ما افصلش الخيط الابيض، يعني اتجاهل الخيط الابيض اكنه انزله تحت كده شويه، تمام، وهقوم ايه داخله. ما تفصليش الخيط الابيض، يعني بصي ما تخشيش فيه كده، شايفين الشكل ده كده انت عملتي غلط. نزلي الخيط الابيض تحت عشان نتجاهله، عشان نعرف نشده في الاخر. يعني شايفين لما باجي احرك الخيط الابيض بعد ما دخلت الغرزتين بيتحرك معايا،
فانت تتاكدي ان انت دخلتي صح عن طريق ان الخيط الابيض هو بيتحرك. لكن لو مثلا دخلتي باسلوب غلط وفصلتي الخيط الابيض هتلاقيه ما اتحركش معاكي وكده مش هتعرفي تفكيه. المهم هنقوم مدخلين كل الغرز بتاعتنا. شايفين الغرزه دي؟ ممكن نقربها. شايفين الغرزه دي داخله لجوه ازاي نعرف نخرجها؟ نقوم ماسكين الطرفين نقوم شادين. اهي خرجت على الاخر كمان، خرجت الباقي، ما علينا. اوكي، انا بس كنت بوريها لكم عشان هتلاقوا الحاجات دي كتير اهو. طبعا هي دخلت اللي جنبيها لان كان المفروض تشدي بطريقه يعني خفيفه شويه عن كده، تقومي داخله بالمره اعمل نفس الحركه وهكذا. ندخل في الغرز نوضحها الاول لينا طبعا عشان هي بقالها كتير شويه. اهي اوكي. انا هكمل ان انا ادخل في بقيه الغرز. كل ما ادخل حبه بالابر الدائريه هقوم، لما ادخل حبه هقوم شاده الخيط كده واحط الابر على الكورد عشان ما اقلقش عليهم عشان ما يفصلوش، واقوم مكمله داير ما يدور. هدخل مثلا هدخل الاربع غرز دول واقوم شاده، هدخل الاربع كاني بعمل بابره وخيط، دخل الاربع دول وبعد كده اشد واوصل لحد الاخر كده. خلاص انا حطيت كل الغرز على الابر. اوكي، هقوم فاصلها بالنص كده بطريقه الدايره السحريه زي ما قلت لكم قبل كده. هنقوم شادين، هشد بقى الاثنين المره دي عشان الاثنين بره. ده هيبقى شكلها. الخيط بتاعي الابيض هنزله لتحت عشان اتجاهله. تمام، وده الخيط الجديد انا بس واخداه من جوه، يعني نقلاه من جوه عشان الطرف بتاعي يبقى جوه واربطه مع بعض. تمام، فتجاهلوا الموضوع ده، يعني كانه مقصوص دلوقتي، ده كانه مقصوص وجايبه خيط جديد عشان ما عنديش بكر تاني للاسف، فانا واخداه من حته تانية. اوكي، دلوقتي في حاجه مهمه هوريها لكم، هي الفتحه دي. فتحه كبيره قوي، لو قررت ان انا اشتغل كده هتلاقي فتحه كبيره. هعمل ايه؟ هقوم لقطه غرزتين من هنا، هوريكم ازاي. ادي الفتحه، هجيب ابره كروشيه وهقوم لقطه غرزتين. يعني ايه لقطه غرزتين؟ يعني هدخل جوه الغرزه اللي انا هلقطها واخد خيط الجديد بتاعي. هعمله ازاي؟ هعمله لوب كده، هلفه حوالين نفسه ويعمله لوب، واقوم مدخلاه بالغرزه جوه الكروشيه واقوم خارجه كده. انا عملت غرزه. تمام، هقربها لكم عشان نشوف هنعمل فين. بس يا جماعه الحته دي مفيش قاعده معينه، انت بتعملي على حسب شكل الشغل اللي عندك. يعني القطي غرزتين في اي حته مش عشان ما تعملش جيب. اوكي، انا عن نفسي هلقط دي كده. انت بتلقطي الطرفين بتوع الخيط، واخد الخيط بتاعي الجديد هعمل له لوب كده واقوم مدخلاه جوه الابره واقوم خارجه كده. انا عملت غرزه. اوكي، هسيبها على ابره الكروشيه لان انا كده كده هنزلها على الابره. هشوف بقى هلقط فين التانية. هلقطها مثلا في دي. طبعا يا جماعه الحته دي برده مش هتخليكي يعني كأن مفيش جابس، يعني كده كده بعد ما تخلصي هتلاقي خرم تحت الكم، بس خرم صغير. هنرجع نشتغل عادي بخيط. تمام، هعمل ايه دلوقتي؟ هشوف مكان تاني اخد منه غرزه. هاخد مثلا من هنا. اوكي، واقوم واخده الخيط واقوم خارجه كده. انا عملت غرزتين. هعمل ايه؟ هقوم حطاهم على الابره، حطهم على الابره دي كده. طبعا هما واسعين قوي، لا تقلقي، هنشدهم دلوقتي. هنشد دي ونشد الطرف التاني بتاع الخيط اللي احنا لسه مدخلينه، الطرفين اللي هو الطرف القصير والطرف الطويل. هو ده اللي احنا عملناه. هنعمل ايه دلوقتي؟ اهو طبعا الخيط خارج من هنا فكده مش هينفع، يبقى هننقلها مثلا الناحيه التانية. ما علينا اهو، انهم صح. ده شكلها. شايفين؟ هتلاحظوا ان هما مالهمش دعوه خالص بالخيط الابيض، عشان لو رجعتي هتلاقي الاتنين دول مالناش دعوه بيهم، احنا لينا دعوه بالغرزه الاساسيه بتاعت الكتف. اوكي، هنتجاهل بقى كل ده ونبدا نشتغل دايره سحريه. اهو اللوب اهو، وادي اللوب التاني وادي الخيط. هنبدا نشتغل غرز عدله. طبعا انت شغاله ما تاخديش معاك الخيط الابيض. طبعا انت لو واثقه في نفسك قوي ممكن تقطعيه وتكبري دماغك، بس انا مش بحب كده. يعني انا بحب اسيبه للاخر عشان ساعات بغلط في الباترن، او الاقي مثلا وانا بعد ما اشتغلت مع الباترن بتاع حد معين الاقي ان الكم بتاعه واسع عليا، ف
مش عاجبني، فقلت اضيق اكتر من الباترن ما بيقول، وهكذا. فانا هشتغل كده اهو، هشتغل غرز عدله لحد الاخر. اهو لو لاحظتوا ان انا مش بمسك الخيط الابيض، مش دعوه بيه، مش باخده معايا عشان اقدر افكه بعدين. لو خدتيه معاكي هتلاقيه صعب في الفك. اوكي، دي كده طريقه الدايره السحريه اللي احنا خلاص اتعلمناها. اهو خلصت. هعمل ايه؟ هقوم لفه القطعه بتاعتي كلها كده. اوكي، واقوم مدخله الابره دي مكانها. ادي الخيط اهو خارج من الابره دي. هعمل ايه؟ هقوم اخرج جزء منها واتبقى الجزء التاني اهو. امسك الخيط واقوم شغاله غرز عدله لحد ما اوصل للاخر. شد شويه الخيط الابيض ده عشان ينزل لتحت، ما يخش معايا، ما خدوش معايا يعني وانا بشتغل الغرزه، ونكمل لحد الاخر. انا كده خلصت، بس بقى الغرزتين اللي كان المفروض اشتغلهم هشتغلهم، هما واسعين كده. بعد كده ابقى اشدهم اهو. تانية اهي اشتغلها، وما هتلاقيهم واسعين، فده الطبيعي بتاعهم. نرجع الجزء بتاعنا. طبعا هتلاقي دي واسعه قوي، هتقومي شاده الخيط القصير بتاعها، ندور على الخيط القصير من جوه ونقوم شادينه اهو. ضيقت شويه زي ما قلت لكم، كده كده هتلاقوا فجوه تحت الباط، ده الطبيعي. فهنرجع تاني واوريكم ازاي عشان نرجع ونشتغلهم. اوكي، هنكمل صف كمان دايره سحريه. بعد ما نخلص الصف ده هنبدا في التنقيص. كده انا خلصت الصف بتاعي. طبعا انا مش معلمه فين بدايه الصف، ليه؟ لان انا عارفه ان انا بدات بدايه الصف من تحت الباط، وهنا لسه في نص الصف. ممكن تحطي ستيتش ماركر لنفسك عشان ما تنسيش، يعني ما تنسيش ان انت عملتي ايه. المهم اتبقى ايه دلوقتي؟ اتبقى الغرزتين دول اللي هما اللي احنا كنا لسه مزودينهم. هنعمل ايه؟ هنشتغلهم مع بعض. هي دي بدايه التنقيص. بدايه التنقيص عباره عن ايه؟ هنشتغل صفين غرز عدله، بعد كده نبدا ننقص غرزه. صفين غرز عدله، هننقص غرزه، بس هننقصها فين؟ هننقصها تحت الباط. هنمشي من تحت الباط كده، بس مش لازم يبقى بالظبط. تمام؟ يعني انا دلوقتي تحت الباط بالظبط ليه؟ عشان الغرزتين دول، بس مع الوقت هتلاقي نفسك يعني اهم شيء تحت الباط. تمام؟ قريب من تحت الباط قوي. اوكي، دلوقتي هنقص الغرزتين دول كده مع بعض اهو. نقصتهم، هبدا اشتغل صفين غرزه عدله، بعد كده نقص. انا هشتغل صفين غرزه عدله وهوريكم نقص ازاي. هنا خلاص انا خلصت الصفين بتوع الغرزه العدله، وصلت للمنطقه اللي تحت الباط. هعمل ايه؟ هقوم منقصه الاتنين دول مع بعض. اوكي، ده هو ده اللي احنا بنعمله في الكم. كل اللي احنا بنعمله ادي اللايف لاين اهو، شايفين ده شكله. المهم كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنشتغل صفين وننقص غرزه من تحت الباط، نشتغل صفين وننقص غرزه من تحت الباط، بس كده. فده هيديني طبعا انا في ده كان ده في الخيط التخين. لو انت مستخدمه خيط رفيع يبقى تشتغلي 4 صفوف والصف الخامس هتنقصي 4 صفوف والصف الخامس تنقصي، زي ما قلت لكم، لان الخيط التخين هتضربيه في 2 في اي حاجه انت بتعمليها. يعني انا مثلا عامله صفين يبقى انتوا تعملوا 4. لو انا منقصه لا بس كده هتنقصوا غرزه واحده. تمام؟ يعني هنشتغل 4 صفوف وننقص الصف الخامس، وهكذا لحد طول الكم. فهيديني الشكل ده. التنقيص كله هيبقى من هنا، شايفين بقى كأنها ماشيه كيرف كده، هتديني الشكل ده. بعد ما نخلص الطول، انا عملت هنا من اول اللايف لاين عملت الجزء ده. دول قد ايه؟ دول تقريبا 20 غرزه، 20 صف قصدي، 20 صف. تمام؟ فانت لو عايزه كده اوكي، بس انا شايفه ان انت برضو تقيسي لطفلك وتشوفي اذا كنت عايزه تطولي الكم. في ناس بتحب تطول الكم وتقوم تانيه وحاجات زي دي، يعني شوفي اللي يريحك. تمام؟ خصوصا لو طفلك اكبر طبعا، لان ده مقاس بيبي، فانت هتطولي لحد الطول اللي انت عايزاه. بعد ما نخلص هنقوم شغالين 4 صفوف من الغرزه المقلوبه عشان نبدا يبقى كله شبه بعض. الرقبه مع تحت بتاع الجسم مع دي مع الناحيه الثانيه، يبقى كلهم زي بعض نفس الباترن. تمام؟ وبعد كده بنفس الطريقه اللي احنا عملناها هنا نشتغل غرز مقلوبه، وبعد كده نقفلها بنفس الطريقه. شوفي انت عايزه تقفلي بأنهي طريقه، اللي هي الطريقه اللي هي داخله لجوه كده، ولا طريقه السبعات اللي باينه من بره.
يعني هنا السبعات داخله لجوه، هنا سبعات باينه لبره. اوكي، شوفي الطريقه اللي تحبيها، وبعد كده تقفليها بنفس الطريقه اللي قفلت بيها هنا. وفي الاخر برضو هتلاقي الجاب كده اللي انا وريتها لكم، هتقومي برضو قطع الخيط وتقومي داخله، وبرضو هتويفي الاند اللي هو هتداري الخيط بنفس الاسلوب زي ما وريته لكم هنا بالخيط الابيض. اوكي كده هتكوني خلصتي معظم البلوفر، كده خلصتي تقريبا البلوفر. هنعمل ايه؟ هنعمل الجزء ده، شايفين تحت الباط في خرم، ده الطبيعي زي ما قلت لكم. مهما حاولتي تظبطيها ممكن تظبط معاكي لو انت عامله خيط رفيع، لكن بصراحه الخيط التخين هتلاقي خرم تحت الكم تحت الباط. هتعملي ايه؟ هوريكم هنعمل ايه. هعمل ايه دلوقتي؟ هقوم لفه تحت الباط كده شويه بحيث ابين الخرم بتاعي اهو. تجاهلوا بقى كل الخيط ده. المهم لما انا ربطت الخيط، يفضل ان لما تربطي خيط جديد في الكم زي ما اوريكم بتعملي لوب وتقومي حطاه، يبقى الطرف بتاعه طويل. انا هنا عامله طرف صغير. لو الطرف بتاعه طويل زي ما موجود هنا، قصدي لو انت عامله الطرف بتاعه طويل هتقومي لضماها اوكي، وتبداي تشتغلي على الجاب دي كانك يعني بتقفلي غرزه في قطعه قماش، بتقفلي خرم في قطعه قماش عاديه. تمام، بس طبعا الاند ده صغير قوي، الخيط ده قليل، فكل اللي هعمله ان انا زي ما قلت لكم هقوم لضماه ومدخلاه هنا وفاصلاه، وبعد كده اربطه عادي جدا. انا اهو حضرت خيط تاني لون تاني، طبعا انت المفروض تعملي نفس اللون. هنشتغل على الخرم. طبعا مفيش قاعده هنا ثابته، انت عيشي حياتك. مثلا انا هدخل من هنا اهو، ممكن اقربها لكم. زي ما قلت لكم مفيش قاعده ثابته، انت بتشتغلي على حسب يعني براحتك. هقوم داخله هنا فوق الكم بشويه، فوق الخرم يعني، واقوم شاده الخيط. مثلا ادخل فين؟ ادخل هنا اوكي اهو. بعد كده مثلا ادخل هنا، بعد كده ادخل هنا. طبعا القاعده هنا ان انت ما تشديش جامد، يعني انا هشد حبه اهو. شفتي اتقفلت ازاي؟ اتقفلت. نيجي نبص الناحيه التانيه مقبوله، خصوصا لو انت مستخدمه نفس الخيط. فهي دي الفكره، انت بتشدي حبه صغيرين. لو شديتي جامد كده هتلاقيها ضيقت تحت الكم وهتبان في خرم. شدي على الخفيف، لان الغرز شايفين الغرز مشدوده على الخفيف، مش مشدوده خالص يعني تقريبا، شايفين؟ فانت هتعملي نفس الموضوع، هتقومي شده على الخفيف اهو، يعني هوسعيها شويه كده وتقومي شده كده بالراحه. اوكي تمام. هتعملي ايه بقى دلوقتي؟ هنمسك برضو الخيط. احنا خلاص المفروض قفلنا الغرزه. هنعمل ايه؟ الخرم هنكمل برضو. هناخد مثلا دي وناخد اللي جنبها ونقوم شادين، بس ما تشديش جامد زي ما قلت لكم. مش عايزه اقفل الخرم كويس، فاقوم شغاله قبليه يعني فوقيه وتحتيه. تمام اوكي. بعد كده نعمل ايه؟ ادي الطرف ده وادي الطرف ده. الطرف ده خلاص ملضوم على الابره. هعمل نفس اللي عملته المره اللي فاتت، هقوم مدخلاه بين الاخرام، فاصله الخيط، ربطها ربطه خفيفه وخلاص على كده، واقوم فكه الابره واقوم لضمه الخيط التاني. هقوم برضو اعمل نفس الموضوع، اقوم ماشياه واقوم فكه الخيط يعني زي ما قلت لكم في الفيديو، واقوم ربطاه. اوكي دي طريقتي يعني في ناس كتير ليها طرق تانية. شوفي اللي انت تريحك، لو انت ليكي طريقتك اعمليها، انا بس بوريكم عشان انتوا لو مش عارفين تعملوا الخطوه دي. اوكي شايفين ان الخرم كده اتقفل، ولو نفس الخيط مش هتبان خالص، وهي من جوه مش باينه. اي خرم هتلاقيها تعملي نفس الخطوه دي. تمام. طبعا الخيوط الباقيه زي ما الطريقه اللي قلت لكم هتلضموها. طبعا لازم تسيبوا اند اكبر من ده، الاند ده صغير قوي عشان ده خيط تخين. هتلضموه وتقوموا مدخلينه وهكذا. تمام. في خطوه نسيناها، ايه هي؟ الخيط ده يعني المفروض نشيله. هنعمل ايه؟ هنقوم داخلين من جوه، هتلاقي خيط ابيض اهو انا فكيته، وبالابره هقوم اخرجه كده. شايفين بيخرج بسهوله ازاي؟ هتقومي فكاه داير ما يدور في كله. متلاقيش الغرز دي شكلها واسعه شويه، بس مع اول غسله يعني هتقوم راحه يعني، مش هتبان تاني. اوكي كده انا خلصت الفيديو، ويا رب يكون الشرح واضح.